هو ايه يا جماعه اللي حصل في ماتش المنتخب ده؟ ايه اللي حصل ده؟ موزمبيق؟ يعني انت موزمبيق تزنبق منتخب مصر؟ احنا رايحين نتزنبق من موزمبيق؟ معانا اضعف فرقتين في المجموعه، موزمبيق والراس الاخضر، اللي احنا المفروض نكسبهم ونبعد خالص عن مواجهه غانا، لان مواجهه غانا مش مضمونه العواقب، وانت مش ضامن ان انت تكسبها. تنزل النهارده تتعادل بالعافيه في الدقيقه 95؟ ايه اللي انا شفته النهارده ده؟ ايه العك ده؟ يلعب كده. بصوا يا جماعه، انا كلامي النهارده ما فيهوش اهلاوي وزملكاوي، عشان بس ما حدش يفسر ان انا بشجع النادي الاهلي فهتكلم على لعيبه الزمالك وحش. الكلام ده مش موجود يا جماعه، انا هتكلم باللي شفته في المباراه. لو في لعيب كويس هقول ان هو كويس، لو في لعيب وحش هقول ان هو وحش. منتخب مصر في البدايه ابتدى الماتش كويس، كان ضغط عالي في في بدايه المباراه. حماس البدايات كانت مأثره على منتخب مصر، حماس ان احنا عايزين نكسب وان احنا جايين نحقق التامنه كان مأثره على منتخب مصر، كنا بنضغط ضغط عالي كويس جدا على فرقه موزمبيق، وفعلا نجحنا في الدقيقه الاولى تقريبا او الدقيقه الثانيه ان احنا نجيب هدف التقدم عن طريق كره عرضيه جميله جدا من محمد حمدي الباك الشمال. صلاح بيفشل ان هو يسددها علشان توصل لمصطفى محمد اللي بيحضن عليها وبيلف وبيسدد على شمال الحارس. كرة صاروخية ما يقدرش يصدها أي حارس مرمى. حلو تمام، قلنا كده الدنيا هتمشي كويس والدنيا إن شاء الله هتفتح مع منتخب مصر، ومنتخب مصر في طريقه إن هو يحرز الهدف الثاني والهدف الثالث. بس فوجئت إن منتخب مصر مع مرور الدقايق ابتدى يتراجع، ابتدى يسيب الكورة لمنتخب موزمبيق. وأنا الصراحة مش عارف إيه كمية الثقة الزايدة اللي عند المنتخب ده من إن هو هيكسب، إن هو خلاص كسب المباراة. عندنا كمية ثقة زايدة غريبة جدا يا جماعة. انت لسه ما كسبتش المباراة، تقدمت في البداية، المفروض التقدم اللي في البداية ده يديك حماس ان انت تكمل لبعد كده. لكن ما ينفعش خالص اتقدم بالنتيجة دي وخلاص بقى عندي ثقة ان انا خلاص كسبت المباراة وان موزمبيق فريق ضعيف. يا جماعة ما عادش فيه فريق ضعيف وفريق قوي، انسى الكلمة دي. الكرة الافريقية اتغيرت تماما، ممكن اي فريق يكسب اي فريق. شفنا قبليها غينيا الاستوائية بتتعادل مع نيجيريا عادي جدا، ودلوقتي لغايه دلوقتي غانا خسرانه من الراس الاخضر. فيا جماعه الكره الافريقيه اتغيرت، اللي هيلعب في الملعب هو اللي هيكسب الماتش. وموزمبيق النهارده زنبقتنا، وموزمبيق النهارده في اغلب اوقات المباراه او في الشوط الثاني بالتحديد كانت افضل مننا. مع بدايه الشوط الثاني المدير الفني بتاعهم عمل تغييرات ممتازه جدا، عن طريقها قدر ان هو يتعادل ويكسب كمان. فيا جماعه كل الفرق دلوقتي بقى عندها محترفين، كله بقى عنده محترفين، حتى لو محترفين في دوريات ضعيفه شويه. ماشي، ممكن المحترف يبقى بيلعب مثلا في الدرجه الثانيه في انجلترا، بيلعب في الدوري البرتغالي زي المحترف بتاعهم اللي جاب فينا الهدف الاولاني. لكن كله بقى عنده محترفين وكله بقى عنده تكتيك في الملعب، كله بقى يلعب بنظام. ما عادتش الفرقه الافريقيه بتلعب بعشوائيه. كلام زمان ده ان الفرقه الافريقيه عشوائيه وان الفرقه الافريقيه ما بتعرفش تنظم نفسها، خلاص انساه بقى. يا ريت ننزل لارض الواقع ونلعب بواقعيه يا جماعه. انت كان الماتش في ايدك وممكن تخلصه 2 و3، بس بدل ما تخلص الماتش 2 و3 اخترت ان انت تتراجع بشكل غريب جدا، اخترت ان انت تسيب الكوره لموزمبيق بشكل غريب جدا. وبعدين عايز اتكلم كمان على نقطه ثلاثيه وسط الملعب. ثلاثيه وسط الملعب اللي لعبت النهارده دي كارثيه. وقصه ان زيزو يلعب في الناحيه اليمين وصلاح يخش مع مصطفى محمد، انا ما شفت صلاح عمل حاجه في مركز راس الحربه مع مصطفى محمد. انت ليه شلت صلاح من الناحيه اليمين من مركزه الاساسي وديته راس حربه مع مصطفى محمد عشان تدي مكان لزيزو ناحيه اليمين ان هو يلعب جناح يمين؟ طيب زيزو ما قدمش اي حاجه النهارده. زيزو النهارده كان سيء جدا يا جماعه، ما قدمش اي حاجه النهارده في ناحيه اليمين، وما رفعش كرات عرضيه مظبوطه. طيب ليه عملت التغييره دي؟ انا مش فاهم. برضو النني يا جماعه، انا نفسي افهم النني بيلعب في منتخب مصر ليه؟ ليه النني بيلعب في منتخب مصر؟ حد يجاوبني كده. ليه النني بيلعب في منتخب مصر؟ انا النهارده ابتدي بمروان عطيه رقم 6، ليه ابتدي بالنني رقم 6؟ كانت ثلاثيه كارثيه يا جماعه. الهدف الثاني يا جماعه، الهدف الثاني فضيحه. الهدف الثاني لعيبه وسط الملعب مفيش حد في الثلاثه، ولا زيزو ولا النني ولا حمدي فتحي بيضغط عليهم. يخترقوا من قلب الملعب كده يا جماعه ويروح انفراد، وحجازي يبيع نفسه ويروح الواد انفراد ويجيب الهدف الثاني. ازاي يا جماعه؟ وبعدين حمدي فتحي برضو في مركز 8 ما كانش باين. انا ما شفتش حمدي فتحي في مركز 8 غير في كره واحده بس، اللي هي الكره اللي لعبها بكعبه في الشوط الثاني وجت في العارضه وردت في الحارس وطلعت بره. دي الكره الوحيده اللي شفت حمدي فتحي مؤثر فيها في مركز 8. انا ليه ما ابتديش بامام عاشور في مركز 8؟ سؤال لفيتوريا، ليه ما ابتديش بامام عاشور في مركز 8؟ وبعدين يا جماعه ايه المستوى بتاع محمد صلاح ده؟
هو ده محمد صلاح بتاع ليفربول؟ هو ده هداف الدوري الانجليزي؟ هو ده اللي عامل اكتر اسيستات في الدوري الانجليزي؟ حد يقول لي هو ده محمد صلاح بتاع ليفربول؟ محمد صلاح بيلعب مع منتخب مصر، ده حتى الجون اللي جابه كانت هتخبط في العارضه وممكن تطلع بره، يعني شاطها وحش جدا، ضربه الجزاء شاطها وحش جدا. ده لولا ستر ربنا وكرمه بالشعب المصري، الكوره خبطت في العارضه وردت في الجون. مستوى كارثي لمحمد صلاح، سواء في مركز المهاجم او لما رجع مركزه الاصلي جناح يمين. مستوى كارثي لمحمد صلاح. وبعدين انت خدت ريسك ان انت هتتراجع للدفاع، خلاص هتعتمد على المرتدات وتتراجع للدفاع. اولا انت ما عرفتش تعمل مرتدات بشكل مثالي، دي النقطه الاولانيه، ما عرفتش تعمل هجمات مرتده بشكل مثالي عشان تقدر تخطف الهدف الثاني. النقطه الثانيه والاهم، انت تراجعت للدفاع وانت ما بتضغطش. يعني الجون الاولاني اللي جابوه كره عرضيه بتترفع من ناحيه الشمال ناحيه محمد حمدي، ما فيش حد بيضغط على اللاعب اللي بيرفع الكوره. حتى الشناوي بعد الكوره ما دخلت جون بيزعق لهم، بيقولوا ازاي انتوا ما تضغطوش عليه. قلبين الدفاع سواء منعم او حجازي واقفين بيتفرجوا على اللاعب وهو بينط وبيلعب الكوره براسه. ازاي يا جماعه؟ ازاي ما فيش ضغط؟ ازاي ما فيش تغطيه؟ ازاي ما تطلعش مع المهاجم علشان تلعب انت الكوره؟ ازاي سايبينه كده يطلع لوحده؟ ايه المنظر الكوميدي ده؟ ده دفاع منتخب مصر؟ يعني ده دفاع منتخب كبير؟ والكره الجون الثاني زي ما قلت مفيش حد في وسط الملعب خالص بيضغط. ما شفتش اي ضغط ايجابي من وسط الملعب، كره اختراق من وسط الملعب اتلعبت للي جاي من ورا لقدام، وحجازي باع نفسه، الواد راح انفراد جابها جون في الشناوي. ازاي يا جماعه؟ ازاي منتخب مصر يغلط الاخطاء الساذجه دي في وسط الملعب وفي الضغط؟ مش عارفين نضغط على فرقه موزمبيق؟ ازاي يا جماعه الكلام ده؟ اضغط ضغط قوي، اضغط ضغط قوي، معاك ان الرطوبه ممكن تبقى عاليه وان ممكن يبقى في شويه مشاكل في التنفس وكده، لكن اضغط ضغط قوي علشان تحسم المباراه. ما نقعدش لغايه بدايه الشوط الثاني لسه 1-0 والماتش يتقلب علينا في 5 دقائق. ده جابوا جونين يا جماعه في 5 دقائق، منتخب مصر دخل فيه جونين في 5 دقائق، دي كارثه يا جماعه. موزمبيق ما جابتش ولا جون فينا في 5 ماتشات لعبناهم مع موزمبيق، ما جابوش ولا جون فينا، والنهارده بيجيبوا فينا هدفين بمنتهى السهوله. ازاي كل الكلام ده بيحصل يا جماعه؟ محمد هاني وحمدي فتحي الباكين بتوعنا باكين ما بيعرفوش يدافعوا، من الاخر ما بيعرفوش يدافعوا، ولا بيعرفوا يضغطوا، ولا بيعرفوا يمنعوا الكرات العرضيه، وبيتعدى منهم بمنتهى السهوله. وفي اكتر من كوره فرقه موزمبيق عدت منهم سواء من الناحيه اليمين او من الناحيه الشمال. باكين ما بيعرفوش يدافعوا. لما عمر كمال نزل في الشوط الثاني مكان محمد هاني ابتدى يظبط شويه في ناحيه اليمين، ابتديت اشوف التكمله اللي بيعملها عمر كمال مع محمد صلاح لما تعدل مركزه. ابتديت اشوف بعض الخطوره من ناحيه اليمين. برضو يا جماعه تريزيجيه، هو تريزيجيه فين؟ ده تريزيجيه بتاع منتخب مصر اللي احنا كلنا كنا بنشيد بيه. تريزيجيه النهارده مش موجود في الملعب، مش موجود. معرفش راح فين، راح تركيا تاني ولا راح فين؟ معرفش، انا معرفش تريزيجيه كان فين النهارده اللي لعب في الثلاثي الهجومي كويس هو الوحيد اللي لعب كويس هو مصطفى محمد. مصطفى محمد النهارده جاب لك هدف وعمل لك ضربه الجزاء اللي جبت منها هدف التعادل. وبعدين تغييره كوكا دي يا جماعه، هو كوكا كان قدم ايه للمنتخب قبل كده علشان يرجع يقدم حاجه النهارده؟ كوكا عمل ايه النهارده لما نزل؟ ما عملش حاجه، ما فيش اي حاجه، ولا حتى ضربات راس ولا شوطه ولا اي حاجه. ما خدتش منه اي حاجه كوكا. يعني انت كنت بتزود راس الحربة براس حربة تاني مع مصطفى محمد علشان تكثف الضغط بتاعك، وفي الاخر النتيجة زيرو. عايز اتكلم كمان على تغييرات روي فيتوريا النهارده عمل 4 تغييرات، نزل مرموش مكان تريزيجيه، وده تغيير طبيعي جدا لان زي ما قلت تريزيجيه كان مختفي تماما، وده تغيير مركز بمركز، جناح يمين جناح شمال مكان جناح شمال. نزل كمان عمر كمال مكان محمد هاني، وده برده تغيير انا معاه لان كان محمد هاني سيء جدا وانت كنت خسران 2-1 ومحتاج تسود القدره الهجوميه، فكان لازم ينزل باك بيعرف يهاجم زي عمر كمال. نزل كمان النني مكان امام، طلع النني ونزل امام عاشور، وانا برضو مع التغيير ده على الرغم من ان امام عاشور ما ضافش كتير بعد نزوله وعمل اكتر من ميس باص، ولكن النني يا جماعه اي حد يلعب مكان النني هو احسن من النني. لو جبت واحد كده من الشارع يلعب مكان النني هيبقى احسن من النني. طبعا التغييره دي لما تمت حمدي فتحي هو اللي نزل رقم 6 وبقى رقم 8 امام عاشور مع زيزو، ولما طلع زيزو مكان كوكا بقى يلعب راس حربة تاني مع مصطفى محمد، وبقى وسط الملعب حمدي فتحي وامام عاشور. ولكن في المجمل تغييره كوكا ما ضافتش جديد، زيزو حتى لما كان موجود ما ضافش كتير للمنتخب، كمان تغييره امام عاشور ما ضافتش كتير، ولكن انا مع خروج النني، يعني انا كنت مع خروج محمد النني.
في النهاية كويس إن إحنا اتعادلنا وما خرجناش خسرانين من المباراة دي، لأن التعادل ده بيديك فرصة إن أنت تنافس على اللي جاي، وإن أنت تقدر تعمل حاجة في المباريات اللي جاية. وأتمنى على الأقل النهارده غانا تتعادل مع الراس الأخضر علشان تقدر تعمل حاجة ويكون عندك أمل، ويكون المجموعة كلها وحايد، بحيث كل الفرق يبقى عندها أمل إنها توصل للدور التاني. وأتمنى من روي فيتوريا إنه يصلح الأخطاء اللي ارتكبها النهارده في التشكيل، واللعيبة تركز شوية ويكون عندها قتالية وروح كبيرة إنها تكسب الماتش الجاي، لأن المباراة اللي جاية يا جماعة مباراة مفصلية في مشوار مصر في البطولة. بس ده كان كل اللي معايا النهارده. أتمنى لو الفيديو عجبكم تدعموني بلايك بشير، مستني آرائكم في الكومنتات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.